السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. مشاهدينا الكرام في كل مكان، نحييكم ونقدم لكم نشرة للأخبار الرياضية من ميديان تي في في طنجة، ونستهلها من إسبانيا، حيث أفادت مصادر إعلامية أن نادي برشلونة اقترب كثيرا من ضم صانع ألعاب نادي ليفربول الإنجليزي النجم البرازيلي فيليب كوتينيو. وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو إن مدرب البارسا فالفيردي حث إدارة الفريق على إنهاء التعاقد مع النجم البرازيلي في أقرب وقت. وأضاف ذات المصدر بأن نادي ليفربول الذي رفض في بداية الأمر بيع نجمه البرازيلي قد يوافق على عرض برشلونة، والذي وصلت قيمته المالية ل100 مليون يورو. وكانت الصحافة الإنجليزية قد أشارت بدورها لقرب انتقال كوتينيو إلى نادي برشلونة ومحاولة ليفربول تعويضه بالتعاقد مع النجم المغربي حكيم زياش صانع ألعاب نادي أياكس أمستردام الهولندي. وأشارت ذات المصادر إلى أن ليفربول قام بمراسلة نادي العاصمة الهولندية تمهيدا للدخول في مفاوضات رسمية من أجل ضم زياش الذي تألق بشكل لافت الموسم الماضي مع النادي الهولندي.